ضيفه اليمني شعب إب الفائز ذهابا بهدف يتيم. تفاصيل الإياب مع مراسلنا محمد قدري حسن من هناك. البقعة وفي أول ظهور خارجي له معززا بالمحترفين السوريين ياسر عكرة ومحمد وائل الرفاعي كان تحت ضغط الحاجة للفوز بفارق هدفين. بعد فاصل من الفرص الضائعة ومن ركلة جزاء وضع عدنان عدوس البقعة في المقدمة عند الدقيقة 24. لم يكن هذا الهدف كافيا وهو قد يدفع باتجاه ركلة الترجيح، لذلك تواصلت محاولات البقعة التي توجت بهدف آخر، هذه المرة بإمضاء محمد عبد الحليم من ضربة ومحاولة رائعة. وعند الدقيقة 30 كان شعب إب بحاجة هدف التأهل، لكن صفرة الحكم السوري شادي عصفور حرمته من ذلك عند الدقيقة 62. تنفس البقعة السعداء مع جمهوره واكتملت الفرحة بهدف الاطمئنان الثالث، هذه المرة بإمضاء المحترف السوري محمد وائل الرفاعي وعند الدقيقة 72. أثرنا من كل الأندية ونقول الحمد لله رب العالمين، رفعنا اسم البلد ورفعنا اسم نادي البقعة. نثبت انه فريق البقعة فريق كبير، يعني اول مشاركة نقدر نوصل لدور الثمانية، يعني طبعا هذا انجاز كبير، وان شاء الله انه بالمراحل الجاي كمان يعني نقدم مستوى انه يليق بسمعة الكرة الأردنية ان شاء الله. هدفنا كله المنافسة وليس المشاركة فقط، ان شاء الله كمان في المرات القادمة ومباريات القادمة نكون لان الفوز حليفنا ان شاء الله. هذا طبعا الفوز فوز للكل، لجماهير الكرة الأردنية، للكرة الأردنية، لتطور الكرة الأردنية ولنادي البقعة ولجماهير نادي البقعة ولمحبين نادي البقعة. ربك ما أراد لنا الفوز ان شاء الله، كأول مشاركة لنا قدمنا اللي علينا وان شاء الله الجاي افضل. يعني حصلت اخطاء من جانب فريقنا، اخطاء يعني تعتبر قاتلة، يعني ضربة الجزاء اللي غيرت مجرى المباراة. مبروكين فريق البقعة، لعبوا بشكل كويس واحنا لاقينا ظلم تحكيمي لا بعد الحدود. نقول هذه الرياضة هي كذا. مبروك للبقعة ان شاء الله. برنامج صدى ملاعب MBC، محمد قدري حسن، العاصمة الأردنية عمان.